بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة الرز المعمر بالفراخ. انا سخنت صينية كويس جدا، وبعد كده حطيت فيها الفراخ من غير اي مواد دهنية، محطتش فيها اي زيوت او سمنة او اي حاجة. هسيبها كده تنزل ميتها كويس جدا. هسيبها كده تنزل ميتها كويس جدا. وبعد كده هحط لها معلقه سمنه واحده. هحط لها معلقه سمنه واحده، يعني مش عايزه تحطي ما تحطيش، لان على حسب الفراخ بقى عندك سمينه ولا لا. فالفراخ ديت كل الحاجات اللي نزلت ديت منها. انا لسه ما حطيتش اي مواد دهنيه خالص. آم، احمرها كويس جدا، او مش عايزه تحمريها وتديها لون عادي مفيش مشكله، بس انا هحمرها كويس يعني. ادي لونها، شايفين لونها جميل ازاي، حلو قوي. هنا حطيت معلقه سمنه واحده، يعني ما كترتش، لان هي الفراخ نزلت دهون كتير. في نفس الصينيه اللي انا حمرت فيها هعمل فيها الرز المعمر. هحط نص الرز كده تحت، وهرش ملح وفلفل، وبعد كده هحط قطع الفراخ بالشكل ده كده. انا بغلف الرز مع السمن مع الدهون اللي نزلت كده والزيوت والسمنه اللي انا حطيتها، عشان الرز يطلع مفلفل وجميل. حتى هيفرق في لونه مش هيكون لونه هيكون اصفر كده وجميل، هيبقى حلو قوي. هنا هنحط قطع الفراخ بالشكل ده كده، وهنحط تاني عليها ملح وفلفل كده مع بعض، وهنرجع وهنظبط ملحها بقى على حسب اللي انتي بتحبيه. وترجعي تاني تحطي كمية الرز اللي فاضلة. اهم حاجة تغطي الفراخ، تغطي قطع الفراخ دي بالرز، وتظبطي اللبن بتاعها عشان لا تطلع معجنة ولا تطلع مش مستوية كده بالشكل ده. عايزة اقولك على حاجة مهمة، لازم تكوني مولعة الفرن قبل ما تبدأي تحطي الفراخ كده في الصينية. مولعة الفرن من فوق ومن تحت، يعني شواية مع الفرن من تحت. هنا هنحط بقى كمية اللبن. هنا حطينا اللبن، وهنا جبت قطع الزبدة كده وحطيتها على الوش عشان تحمر الوش وهي في الفرن. انا بظبط ملحي، اهم حاجة تزودي الفلفل، انا بظبط على حسب اللي انتي بتحبيه. اهم حاجة تزودي فلفل عليه، لان هو الرز المعمر الحادق بيبقى كده لازم يكون فلفله كتير. دلوقتي دخلتها الفرن على اعلى درجة حرارة عندك عشان الرز يستوي حلو ويغلي بسرعة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ جميل جدا. بقول لكم هنا ان ولعت فوق وتحت بالشكل ده. هنا انا زودت حبة مية عشان لقيته مش مستوي كويس، فزودت حبة مية وغطيته وسبته في الفرن، يعني كمل الساعة. انا عندي كمل ساعة بصراحة. شايفين الجمال. مستوي وطعمه حلو ومفلفل وجميل، والله وصفة حلوة، اتمنى تجربوها. والفراخ مستوية جدا على فكرة، بنفس الشكل اللي شايفينه ده. الفراخ مستوية جدا والرز مستوي.
وصفة حلوة وجميلة، وبالذات في الايام البرد جدا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. انا بقى هدوق وبقول لكم رأيي. انا عامة بحب الوصفة دي يعني، ناس كتيرة جدا بتحبها، وسهلة كلها في صينية واحدة واقلب على كده خلاص. طبق سلطة جنبها، او ممكن تعملي طبق مخلل وخلاص، على كده مش محتاجة حاجة تاني بصراحة. لو بالهنا والشفا، واتمنى تجربوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.